الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله على خير معلم الناس الخير محمد. ثم أما بعد، العنوان بتاع الجروب ثيرابي بتاعنا النهاردة هو: هل الصيام بيعالج النفس بين العلم والروح والتجربة الشخصية؟ هل الصيام فعلا بيعالج النفس ولا أنا اللي بحس كده؟ هنتكلم النهاردة في 5 محاور. كل محور هنتكلم زي ما انتم متعودين، هنتكلم فيه على العنوان بتاعه، هنعمل الشرح البسيط بتاعه، هكلمكم عن معلومة عصبية لها علاقة بالمخ والنفس، هنتكلم عن مقولة لأحد علماء علم النفس الغربي وأحد علماء علم النفس الشرقي، هنتكلم وهنجيب مقولة لأحد علماء المسلمين، هديكم مقولة من صديقكم المفضل، وبنعمل تمرين تفاعل. وبعدين بعد ما نخلص ال4 أو 5 محاور بتوعنا النهاردة هنعمل تمرين، هناخد فقرة الأسئلة، وبعدين هندي الخاتمة إن شاء الله. عايزكم تبقوا مصحصحين معايا النهارده. مبسوط ان انتوا عرفتوا تدخلوا الساعه 12. المحور العنوان بتاع اللايف قلنا: هل الصيام بيعالج النفس؟ المحور الاول: يعني ايه شفاء نفسي؟ وهل كل راحه تبقى علاج؟ يلا بينا، عايز اجاباتكم. هل كل راحه معناها ان انا بتعالج؟ هل اول انا ببقى رايح الجلسات النفسيه بتاعتي او الجروب ثيرابي بتاعي النهارده او كده وانا حاسس ان انا كل اللي انا محتاجه هو ان انا ارتاح، ومعنى ان انا ارتاح مجرد الراحه ان انا بتعالج نفسيا ولا لا؟ ولا فاكرين ان الراحه او العلاج النفسي حاجه اكبر من الراحه؟ شاركوني. عندي سؤال كمان غريب شويتين. في ناس كتير في رمضان بتقول ان انا بتحسن وانا ببقى احسن، فهل كل تحسن شفاء؟ يعني هل كل إحساس إن أنا بتحسن شفاء؟ الإجابة بمنتهى الصراحة، عايز إجاباتكم بس. الإجابة أيوة، لا أكيد مش كل راحة علاج، بل في راحة بتبقى ضارة. الله ينور، فعلا في راحة بتبقى ضارة. كويس إنك عملت لي الكومنت ده. قولي لي اسمك أو قول لي اسمك بس عشان أعرف، إحنا هنا بنبقى عارفين بعض، لا عشان أعرف إيه اشاركك. هل كل راحه علاج؟ لا، احيانا في راحه بتبقى ضرر. ازاي راحه بتبقى ضرر؟ وعلى ذكر ان انت اتكلمت عن الوسواس القهري، بتبقى ضرر في الوسواس القهري امتى؟ الوسواس القهري عباره عن حاجتين: افكار وسواسيه وافعال قهريه. فمثلا انا عندي وسواس قهري مثلا للنظافه، فانا عايز انظف ايدي، فبروح اعمل الفعل القهري اللي بيريح دماغي، اللي هو انا بنظف ايدي فبرتاح جزئيا. هل الراحه دي حاجه كويسه؟ الراحة دي هي اللي بتزود الألم بعدين. الفعل القهري اللي بيديني راحة جزئية هو اللي بيخليني أتعب بعدين. فحلو قوي إجابتك. ماشي، يلا بينا نخش على المعلومة النفسية كده بسيطة. في علم النفس الشفاء مش معناه اختفاء الحزن. الشفاء معناه إنك تقدر تستوعب حزنك من غير ما يكسرك، معناه إنك تبقى واعي بإحساسك. يعني ايه؟ هل ناس كتير بتبقى جايه العلاج النفسي وهي فاكره ان كل فكره العلاج النفسي هو ان انا ابقى احسن على طول، على طول دغري، او ان انا عمري ما هحزن، الحزن ده مش هيجي لي. وفي ناس كمان كانت حتى دخلت في الجروب بتاعنا وتقول لي: يلا يا دكتور قول لي هو ايه الروتين بتاعك عشان ابقى في راحه نفسيه تامه وابقى مبسوط وابقى تمام. هل العلاج النفسي معناه ان انا ابقى مرتاح على طول وما احزنش؟ لا ابدا. العلاج النفسي معناه ايه؟ معناه ان الحزن يجي واحطه في سياقه الطبيعي، واكون انا اكبر من حزني، اعرف احتوي حزني، اعرف اسمع حزني جاي يقول لي ايه. فناس كتير فاكره ان العلاج النفسي مجرد راحه تامه، وان الدكاتره النفسيه دي والمعالجين النفسيين والناس اللي بتروح ثيرابي دول ما بيزعلوش. لا، والمجرب معايا جلسات هيعرف. اللي بيروح جلسات نفسية واللي بيدخل في نطاق العلاج النفسي بيبقى عارف ان العلاج النفسي مش اني ما ازعلش، اني هزعل واسمع زعلي وواجهه واعرف اتصرف معاه ازاي واطلع من وجعي ده كسبان. وزي ما بيقولوا كده: احسن جوار البلاء او احسن جوار الحزن. يعني ايه احسن جواره؟ يعني اعرف ابقى انا وهو جيران، اعرف لما يجي اتعامل معاه ازاي واحطه في نطاقه الطبيعي ازاي. لان الناس العاديه اللي هي مثلا ما دخلتش في وعي نفسي او في نطاق الوعي النفسي تقول لك ايه؟ يا انا عايز ابطل زعل.
لا، مفيش حد بيبطل زعل، ومفيش حد لمرضى الوسواس القهري يسمعوا مني الحته دي، مفيش حد ما بيجيلوش افكار سلبيه. هي الفكره في كيفيه التعامل مع هذه الافكار السلبيه. مش كل الناس بتكون فاهمه ده. يا منار، مش كل الناس بتكون فاهمه ده، ولكن بصوا بقى، حلو اللي منار بتقوله دلوقتي قوي. ليه مش مهم الناس تفهم ايه دلوقتي؟ انا عارف الناس هم موجودين في حياتنا والناس بتأثر علينا، ولكن اهم حد يفهم ده هو انت. ما هو انت عايش مع نفسك طول العمر، انت شغال مع نفسك طول العمر. لو انت ما استوعبتش ده، والله لو بالطبل البلدي الناس حواليك ما هتفهم ده. هتقولي طب انا لما افهم ده الناس هتفهمه؟ لا، هتحترمه. ولما انت تفهم ده وتبقى مصدق فيه 100% هتفرق. مش ما سمعتوش قبل كده عن واحد مثلا زي مثلا مطاعم مشهوره وناس مشهوره كانوا هم الوحيدين اللي مصدقين في الفكره بتاعتهم؟ زي على سبيل المثال، لو انتوا تعرفوا او انتوا فان لهاري بوتر، الكاتبه جي كي رولينج كانت هي الوحيده اللي مصدقه في الفكره بتاعتها، في الكتابات بتاعتها. فكانت عماله تروح وتيجي وتعرض على اكتر من شركه والكلام من ده، ومحدش مصدق فيها. لكن اما هي كانت مصدقه في ده نجحت، وصلت لحد في الاخر احترم فكرتها فعدت. فلو احنا فاهمين ده واحنا متاكدين من ده وعايزين نعيش بده كمبدا، بنعدي. طيب يلا بينا هنتكلم عن المعلومه النفسيه الموثوقه. المعلومه النفسيه الموثوقه بتقول ايه؟ هي في ابحاث اتعملت عن تنظيم الانفعالات، التنظيم الانفعالي بتاع مشاعرنا. هفكركم بالمحور بتاعنا، اول محور بنتكلم فيه دلوقتي، يعني ايه شفاء نفسي وهل كل راحه تبقى علاج. فالمعلومه الموثوقه بتقول لك ان ابحاث التنظيم الانفعالي بتوضح ان القدره على اعاده تقييم الموقف مرتبطه بزياده نشاط القشره الاماميه للمخ. اعاده تقييم الموقف، بصوا بقى الكلمه دي، احنا بنقول ايه؟ في ناس بتاذينا، وفي ناس بتيجي علينا، وفي ناس بتوجعنا، وفي ناس مش عارف ايه. احيانا والله بتكون كل الفكره مرتبطه بتقييمي للموقف، مش الموقف ذات نفسه. قلنا الجروب اللي فات او اللي قبله ان احيانا ممكن يكون اكثر صوت مؤذي هو صوتك الداخلي. احيانا اكثر صوت مرهق او اكثر شيء مرهق هو تقييمك للحدث مش الحدث نفسه. يعني انا ممكن اكون اتخبطت خبطه، يا عم خلاص، او رحت قدمت في انترفيو وما جاش معايا، يا عم قدر الله ما شاء فعل، ما جراش حاجه. تقييمك للحدث هو اللي بيوجه شعورك، يا يروح ناحيه السلبيه يا يروح ناحيه الايجابيه. لكن ممكن حد تاني يبقى صوته الداخلي بيقول ايه؟ لا والله انا فاشل، انا على طول بفشل، انا مش عارف انا ليه دايما كده، انا مش عارف هو انا ليه بيحصل لي كده. فتقييمي للحدث معتمد على الفص الجبهي وتوجيه افكاري، فبالتالي بينظم انفعالاتي. فانا لو انا افكاري دايما رايحه ناحيه السلبيه، انا انفعالاتي دايما هتكون سلبيه، مشاعري دايما هتكون ناحيه السلبيه، هبقى حاسس دايما بضغط. فاعرف ان احيانا صوتك الداخلي وتقييمك للامور هو المعضله الكبيره مش الحدث الحقيقي. في بقى عالم من علماء علم النفس اسمه فيكتور فرانكل بيقول لك ايه؟ بيقول لك بين المثير والاستجابه توجد مساحه، وفي تلك المساحة تكمن حريتنا وقوتنا على الاختيار. بين المثير والاستجابة توجد مساحة، وفي تلك المساحة تكمن حريتنا واستجابتنا وقدرتنا على الاختيار. لو حد يقدر يكتب المقولة دي يكتبها عشان نقدر نرجع لها بعد كده. يعني ايه؟ يعني بين المثير اللي حصل، الحاجة اللي حصلت لك، الحدث اللي حصل لك من بره، وبين استجابتك ليه في مساحة، في قدر من الوقت، في قدر من التفكير انت بتفكره. الفترة دي ما بين اللي حصل لك وبين تفكيرك وبين الاستجابة بتاعتك، دي المكان اللي بتولد فيه حريتك. انا هقول لكم المقولة تاني عشان لو حد عايز يكتبها. بين المثير والاستجابة توجد مساحة، وفي تلك المساحة تكمن حريتنا وقوتنا على الاختيار. تكمن حريتك. اعرف ان حريتك بتكمن في المكان، في الوقت والمكان، ما بين المثير، ما بين اللي حصل لك، ما بين الخبطه اللي انت خدتها، ما بين الرفض اللي انت خدته، ما بين الكلمه المهينه اللي انت تعرضت ليها، وما بين رد فعلك. وبالذات في الصيام احنا ممكن بيحصل لنا حد بيكسر علينا بالعربيه، حد بيضايقنا الصبح، حد بيعصبنا، اهو ده الحدث. طب والاستجابه بتاعتي قبل ما استجيب، انت قدامك اختيارين، يا اما ترد عليه بمنتهى القسوه وتاخد حقك تالت ومتلت، يا اما تعفو وتصفح.
طب في الحته دي يكمن حريتك وقوتك على الاختيار. ما تقولش هو عصبني، جوزي ضايقني، فلان هو اللي حسسني وحش. ماشي، انا معاك حق. الناس دي الله ينور عليك يا وسام، والله الله ينور عليكي، الله ينور عليكي يا شيرين. الناس دي الناس دي ممكن تكون عامل فعلا ضايقك. ما اقدرش اقول لك ان انت سبب في كل حاجه، لا، الناس اللي حواليك عامل طبعا، ولكن ارجاع الامر دائما ليهم ولتاثيرهم عليك بيبقى فيه نوع من، اقول لكم ايه، انعدام المسؤوليه تجاه النفس، او انعدام السيطره، او انا حاسس ان انا ما اقدرش اسيطر على نفسي باي شكل من الاشكال. هم السبب، هم اللي وجعوني، هم اللي ضايقوني. الناس بقت وحشه قوي في رمضان، الناس وحشه قوي الصبح. ايوه طب تمام، ولكن هنا عالم النفس ده بيقول لك ايه؟ المساحه ما بين المثير واستجابتك هنا تكمن حريتك، هنا حريتك بتتولد. والله قبل ما اسمع المقوله دي وقبل ما ادخل يعني مجال علم النفس، كنت بقول المقوله دي سبحان الله انا بقولها وسبحان الله يعني اتاكد عليها بالعلم كده، ساعات بيبقى فيه تجليات كده. فكنت بقول والله العظيم العصبيه قرار. يعني في شخص مثلا، ولو حد فينا كده ما بقتش فاهم حاجه تانية، بس عصبي اكتر وعصبي اكتر من الاول. ماشي يا عبد الوهاب، ما انا هقول لك بقى الفكره دلوقتي. العصبيه قرار. انا ممكن حد، والله العظيم حد يجي يقول لك ايه، شيل دي من مكانها فلان في البيت، تبقى يا دين ايه ده، ليه كده؟ وتلاقي نفسك روحك واقفه هنا ومش طايق نفسك ومش طايق اللي حصل. طب ليه؟ طب انت والله قرار، والله مايند سيت. ما بين المثير والاستجابه بتاعتك تكمن حريتك وتكمن قرارك. ماشي، جايب لكم بقى مقوله لاحد علماء النفس العرب، دكتور مصطفى حجازي، بيقول ايه؟ الانسان المقهور لا يشفى بتغيير ظروفه فقط، بل باستعادة وعيه بذاته. الانسان المقهور لا يشفى بتغيير ظروفه فقط، بل باستعادة وعيه بذاته. يعني في ناس بتيجي العياده وتيجي تقول لك ايه، هو انا الناس دي اللي بره هتتغير؟ انا لو رحت العلاج واشتغلت على نفسي ودوست على نفسي ورحت علاج نفسي واشتغلت الناس اللي بره دي هتتغير؟ لا، الناس مش هتتغير. واصلا حالتك النفسيه الداخليه دي والله ما هتتغير بس بالناس اللي بره. يعني لو اللي مضايقك دي جوزك مضايقك، باباك مضايقك، اخوك مضايقك، صحابك مضايقك، البنت اللي مرتبط بيها مضايقك، كل الناس دي والله لو اتغيروا ده مش هيغير حالتك. هيساعد، ولكن التغيير الحقيقي بيأتي من تغييرك لوعيك بنفسك. لو انت مش واعي بنفسك، واعي بأنماطك السلبية، واعي انت ليه بتحس كده، واعي بمشاعرك وعارف تسميها وعارف أفكارك السلبية ومعتقداتك المشوهة، والله تغيير الظروف مش هيغيرك زي ما انت فاكر. وشاركوني كده يا جماعة ساعات. الله ينور يا جماعة الناس اللي بتكتب، الله ينور. الإنسان المقهور لا يشفى بتغيير ظروفه فقط، بل باستعادة وعيه بذاته. الله ينور. استعادة، متخيلين فكرة استعادة وعيه بذاته؟ أنا محتاج أستعيد هذا الوعي، محتاج أشتغل عليه عشان أنميه. فلو ما اشتغلتش على نفسك بالشكل ده، والله مهما عملت الدنيا مش هتتغير. في ناس بتجي لي العياده وتقول لي ايه، مثلا حد مصاب باكتئاب اكلينيكي حاد مثلا، يجي يقول لي والله بابا خرجني وتفسحنا واجواء رمضان حلوه بس انا مش حاسس بيها. حد بيمر بده يا جماعه او عدى عليه حد مر بده؟ اللي هو والله الدنيا زي الفل، الاجواء زي الفل، بس انا مش حاسس، انا ما بقتش احس زي الاول، انا ما بقتش مبسوط زي الاول. زي يا اسراء، انا مش مبسوط زي الاول. حد عدى عليه حد كده او هو قال الكلمه دي قبل كده، انا مش حاسس ان انا كويس. فهو الوضع الخارجي اتغير بس الوضع الداخلي بتاعك ما اتغيرش. فكركم بالمقوله، الانسان المقهور لا يشفى بتغيير ظروفه فقط، بل باستعادة وعيه بذاته. سيدنا علي بن ابي طالب بيقول لك ايه؟ بيقول لك من عرف نفسه عرف ربه. انا ليه حاطط لكم المقوله دي هنا؟ حاطط لكم المقوله دي هنا لان انا عايز اقول لكم ان كل حاجه انتوا بتعملوها، شغلكم على نفسكم، جلسات نفسيه، بتدخلوا الجروب ثيرابي، الحاجات دي كلها انت مش بتعمل حاجه كده اللي هو ممكن حد يقول لك انت مالك ضعيف كده ليه؟ انت مالك مش عارف تمسك كده نفسك كده ليه؟ انت مالك هش كده ليه؟ انت بتعرف نفسك عشان تعرف الله. بما اننا في شهر رمضان، انت بتعرف نفسك وبتعرف مشاعرك وبتعرف ايه اللي مضايقك عشان تتعرف على الله بقلب انقى. فاحتسب اللي انت بتعمله ده على الله، واحتسب شغلك اللي انت بتشتغله على نفسك ده، لان ده اولا هيخليك تتعرف على الله اكتر. مش هتنقل الاذيه لو انت اتاذيت في وقت من الاوقات،
للجيل اللي بعدك، هتكون انت اول حد اشتغل على ان الدنيا ما تبقاش صعبه على اللي بعده. ما نقولش اصل والله اهالينا ربونا كده فاحنا هنربي كده، فيطلع جيل كامل مليان بالالم النفسي. فارحم نفسك وارحم اللي بعدك عشان يكون سلسله من الحسنات متصله. ابدا انت رحله التغيير دي. الله ينور عليكم يا جماعه. مقوله بقى من صديقكم المفضل بقى، محضرها لكم. الشفاء مش ان الالم يختفي، الشفاء ان الالم يجي ولكن انت تبقى اكبر منه. الشفاء مش ان الالم يختفي، الشفاء انك تبقى اكبر من المك، تبقى اكبر منه. ألمك يجي فتعرف تحتويه، تعرف تسمعه، تعرف تسمع الرسالة اللي جاية من بعده، تعرف هو جاي لك ليه. ما هو انت مش مجنون، انت فيك حاجة فعلا مزعلاك، انت فيك حاجة فعلا مضايقاك. فالفكرة او الشفاء الحقيقي والتعافي الحقيقي مش ان مفيش ألم يجي لك ابدا، لا، ان في ألم يجي لك وتعرف تحتويه وتعرف تسمعه وتعرف تقعد مع نفسك وتعرف تطلع منه اقوى. عشان كده اللي بيمر برحلة التعافي بيمر منها وبيطلع الناحية التانية بقلب أنقى. حتى أنا بقول له أنت، بيقول لي هو أنا هرجع زي الأول؟ أقول لا والله مش هترجع زي الأول، أنت هترجع أقوى من الأول. فالشفاء مش إنك لا تتألم، بل إنك تكون أكبر من ألمك وعارف تستوعبه وما تغرقش فيه. تروح لو محتاج معالج تطلب مساعده، لو محتاج طبيب نفسي تطلب مساعده، لو في حد قريب منك محتاجه كلمه، لو في حاجه جواك محتاج تكتبها اكتبها. ولكن مش هغرق في ألم ويقول خلاص انا مفيش مني فايده، خلاص انا هتألم بقى. اوعوا تقعوا في الفخ ده، ان الناس اللي بتتعافى نفسيا ما بتتألمش. كله بيتألم ولكن بتفرق في تفسيري للموقف، في طريقه استيعابي ليه. الله ينور، الله ينور عليكم. يلا بينا فقرة الأسئلة بتاعت أول محور احنا اتكلمنا فيه النهاردة. لكل اللي داخل جديد، ده الجروب ثيرابي بتاعنا، بنطلع كل كام يوم، الناس اللي معانا في العيادة والناس اللي معانا أونلاين والناس اللي بره العيادة. حبينا نعمل الجروب ثيرابي ده لينا كلنا، بنطلع كل كام يوم يا الساعة 10 يا الساعة 12. ما تنساش تعمل لنا فولو عشان نطلع لك بعد كده. هتلاقينا كلنا هنا عارفين بعض ويعني خلاص بقينا كوميونتي. فلو حد أول مرة يدخل يقول لنا عشان نرحب بيه يعني ويبقى جزء مننا ان شاء الله. يلا بينا فقرة الأسئلة الأولانية بتاعت المحور الأولاني. انت شايف الشفاء معناه ايه؟ يلا بعد ما اتكلمنا انت يعني كل واحد ليه وجهة نظر، فعايزين نتعلم من بعض. كل واحد فينا شايف ايه معنى الشفاء. انا هبقى تعافيت لما، او انا هبقى تشافيت لما. يلا بينا، بس عايزكم بقى تهموا كده، مش عايز نوم في فقرة الأسئلة دي. يلا بينا. ديفا ازيك؟ يلا. انا هبقى تشافيت لما. يلا عشان اقول لكم السؤال التاني. السؤال اللي لسه داخل، انا حاسس ان الشفاء هو، او انا حاسس ان انا هبقى تشافيت لما. ازيك يا ريم؟ ازيك يا جينا؟ سلطان؟ طيب الناس متأخرة علينا اهو يا جماعة. ازيك يا حمدي؟ لما اشوف نفسي بطريقة صح واحب الحياة. الله ينور، الله ينور عليك يا منى. فعلا احد اشكال الشفاء هو لما اشوف نفسي بالطريقة الحقيقية اللي انا عليها، اشوف نفسي بجد مش الصورة اللي هم قالوا لي ان انا عليها. ساعتها هبدأ احب الحياة فعلا. الله ينور عليك يا منى. يلا وسام بتقول كنت فاكرة هبقى تعافيت لما ما تعيش خالص، بس فهمت مؤخرا اني هتعافى لما اعرف اتعامل مع تعبي صح، لما ما اتعبش خالص. ازيك يا نرمين؟ متأخرة يا نرمين. فعلا الله ينور عليك يا وسام. في ناس كتير بتكون فاكرة ان انا هتعافى لما عمري ما اتعب. احنا بنتعافى لما بنتعب وبعرف اتعامل مع تعبي صح. والله بطلع من تعبي اقوى من اللي ما تعبش، اقوى من اللي ما تعبش خالص. عشان كده حتى في الالم الجسدي لما بيجوا يدوا للاطفال الجرعات بتاعه التطعيم بيبقى جزء من الفيروس اصلا، عشان يخلي جسمه يعرف يتعامل بعد كده مع المرض بشكل اقوى. فبيكون الطفل اللي طعم احسن من اللي ما طعمش خالص. فاحنا هنا في المرض النفسي برضو، اللي بيكون تعب نفسيا بيكون لما يتعامل مع تعبه ده صح ويطلع منه بيكون اجمد كتير قوي من اللي ما تعبش ولا مره.
ماشي يا نرمين، ماشي. لكل اللي داخل يا جماعه، ده الجروب ثيرابي بتاعنا، ما تنسوش تعملوا لنا فولو عشان نطلع لكم مره تانية. طيب السؤال التاني، اخر مره سيطرت على رد فعلك كانت امتى؟ احنا كنا بنتكلم على السيطره على رد الفعل. اخر مره لقيت، احنا قلنا المقوله بتاعت ايه؟ ان ما بين المثير وما بين استجابتك مساحه، في هذه المساحه تكمن حريتك وقدرتك على السيطره على انفعالك. فالسؤال بيقول اخر مره حسيت انك سيطرت على رد فعلك كانت امتى؟ دكتور عبد الحميد، احنا عاملين الساعه، اسماء دخلت كمان. بص يا دكتور عبد الحميد، احنا عاملين الساعه 12 دي سبيشال ريكويست. ازاي اتعامل مع التعب؟ جايين هنتكلم في كل المحاور، ولو ما ردتش عليك قول لي. النهارده حاولت بكل طاقه ما اتعصبش وحصل فعلا، بس ضغطي بقى عالي بعدها. طبعا في الاول بيبقى كده من، طبعا. حبيبي يا دكتور عبد الحميد، حبيبي. لا مش فاكر، لا افتكر يا عبد الوهاب. بس هقول لك على حاجه، ازاي اتعامل مع التعب. اول خطوه يا دكتور عبد الحميد عشان اتعامل مع التعب هو ان انا اسيبه يبقى موجود، اسمح له بالتواجد، مش ابدا اهرب بسرعه عشان انا مش عايز ما اتعبش خالص. ده طبعا لو تعب نفسي، لو تعب جسدي قول لي لو ده قصدك. ما تنسوش تعملوا لنا فولو يا جماعه، ده الجروب ثيرابي بتاعنا عشان نطلع لكم مره تانية وتبقوا جزء من الجروب بتاعنا. في حد يا جماعه اول مره يدخل اللايف بتاعنا تاني؟ ده كان المحور الاول بتاعنا. المحور الثاني اسمه الصيام واعاده ضبط نظام المكافاه. احنا اتكلمنا عليه بشكل ما، ولكن هنتكلم عنه دلوقتي بحاجه اكبر، النفسي والمشاعر المكبوته. بص يا دكتور عبد الحميد، مفيش تعب نفسي ولا مشاعر مكبوته بتفضل موجوده جوه الا وبتؤلم صاحبها. طب اتعامل معاها ازاي؟ اول خطوه هو اتقبل فكره وجودها، واتقبل فكره ان هي وجعاني، ثم البوح بيها لاقرب حد ليك واكتر حد ثقه انت عارف ان هو هيعرف يفهمك وهيعرف يلبي احتياجك. غير كده بتفضل جوه وبتكبر. انا اول مره، ويا رب ما تكونش الاخيره. منوره الدنيا يا اسماء، منوره الدنيا والله. يعني بصي، احنا بنطلع كل كام يوم الساعه 10. احنا خلاص عملنا كوميونتي، والله هيسعدنا ان انت تكوني جزء منه. ف يعني انا مبسوط ان احنا معانا ناس جديده النهارده، وان شاء الله ما تبقاش اخر مره ليكي معانا. انا اصلا بوردر لاين، فساعات بعرف اتحكم في رد فعلي وساعات لا، بس لما بتحكم بحتاج افرغ طاقه في حاجه. طبعا، والله ينور عليكي ان انت اصلا عارفه تعملي ده. بصي، البوردر لاين فعلا بيكون يعني تعامله مع المواقف مختلفه، وانفعالاته بشكل ما يعني اكبر شويه من العادي، ولكن ابشرك والله لو اشتغلتي على نفسك من دلوقتي والله، وشفت ناس كتير موجوده في العياده معايا، البوردر لاين بيتحجم جدا 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 لدرجه ان انا بنسى ان انا عندي انفعالات شديده قوي، وبنسى ان انا بوردر لاين. فابشري، يعني كملي شغل على نفسك. والله العظيم بتفرق جدا، بتفرق جدا جدا جدا. يعني في ناس بتستسلم وخلاص، انا بوردر لاين، انا كده، وانا يعني تعاملي مع المواقف كده، زي ما يكونوا بياخدوا التشخيص علشان يبرروا افعالهم. ولكن لو حد فعلا بيعي بنفسه، بيعرف ان هو تفاعله مش احسن حاجه مع المواقف، وبيشتغل على نفسه وبيبقى عايز يكون النسخه الافضل منه، وبيتعامل مع هذا الاضطراب بنفس سويه، والله بيعدي منه. والله يا منى انت عسل، والله العظيم بترحبي بالناس وبتاع، والله عامله جو. يعني اللايف اللي انت بتكوني موجوده فيه بيكون جميل. يعني ايه بوردر لاين؟ بص يا زياد، ده اضطراب الشخصيه الحاديه، ده احد اضطرابات الشخصيه. اي مرض او اضطراب في الوسواس يعني في المجال النفسي بيكون بيزد على ثلاث حاجات، يا اما اضطرابات شخصيه، يا اما عصاب النيوروزس، يا اما ذهان السايكوزس. فاضطراب الشخصيه الحاديه ده اضطراب شخصيه تحت اضطرابات الشخصيه. ماشي. اما نعمل ايه لما بناخد ردات فعل وبنندم بعدها لما الناس يقولوا لنا انهم اتضايقوا من فعلنا ده؟ فازاي نتحكم في ده؟ هو احنا بصي، احنا مش عايزين نتحكم في ده، احنا عايزين نشوف حدودنا اللي ممكن تكون اخترقت. فانا عملت رد الفعل ده، فيقول لك ايه ده، ايه ده، هو انا ما كنتش متخيل ان انت كده. هو ممكن يكون اخترق حدودك اصلا وانت مش واخده بالك. فهي الفكره الاولانيه مش ان انا اتحكم في ده، الفكره الاولانيه ان انا ارسم حدود اساسيه ليا لا تتخطى، ولكن بلين،
عشان لما حد يتخطاها اقول له مره واثنين وثلاثه، عشان لما يتخطاها رابع واعمل ردة فعل ما تعجبوش ما بقاش حاسس بالندم، ابقى عارف ان انا نبهت مره واثنين وثلاثه ووريته حدودي. لكن لو انا ذات نفسي مش عارف حدودي فهلاقي حد تخطاها فنفسيتي تعبت فاتعصبت فعملت رد فعل اكبر من الموقف بكتير، فيجي يقول لي ايه ده، ازاي، ليه عملت كده؟ فانا كمان اقول لنفسي ايه ده وانا ليه عملت كده. فالوعي بنفسي هو اللي هيمنع المواقف زي دي اللي زي دي. الحمد لله انا بقالي كتير شغال على نفسي وفعلا بقيت احسن بكتير، حتى بطلت علاج مشكلتي دلوقتي الاكتئاب. ساعات بعد ما بنعدي يعني الفتره الحرجه بتاعه البوردر لاين فعلا بنصاب بالاكتئاب، لان بيبقى فيه اضطراب تحت منه مرض، فلما بنعالج اول حاجه بيبان اللي تحته. بس الله ينور عليكي والله. يلا بينا المحور الثاني، الصيام واعاده ضبط نظام المكافاه. احنا طول السنه بنجري ورا نظام مكافاه سريع، وده اللي بيعمله العالم من حوالينا، سوشيال ميديا، اكل انهيلثي، يعني كل حاجه حوالينا بقت معموله بشكل كبير قوي عشان تهلك نظامنا العصبي. ازاي اشتغل على نفس اتعصب من اقل شيء؟ هقول لك النهارده احنا النهارده اهو المحور اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي هو ازاي اشتغل على نفسي وما اتعصبش جامد، او ازاي نظام المكافاه بيتعدل جوايا. المهم يعني اشعارات الموبايل، النوتيفيكيشنز، الاكل الانهيلثي، انتوا عارفين ان هم لدرجه ان هم عملوا ابحاث عن ازاي مثلا كيس الشيبسي او كلام من ده تكون فيها اطعم معينه يبقى فيها ميكستشر من الاطعم جوه بقك فانت تجري وراها بشكل مستمر. زي مثلا ما اجي اقول لك ايه، كان زمان بياكلوا حته اللحمه عادي جدا، دلوقتي بقت برجر، فوق منه صوص، فوق منه بصل مكرمل، فوق منه خس، فوق منه كم حاجات عشان تدخل جوه بقك تعمل كم من الاطعم رهيب، فانت تبقى ايه ده، ايه الحاجات دي؟ فنظام المكافأة جوه مخك بدأ يتأثر بكم حاجات غير طبيعي، بدأ يتأثر بأكل أنهيلسي، بدأ يتأثر بأكل بره، بدأ يتأثر بموبايل، بدأ يتأثر بريلز، لدرجة إن إحنا موضوع زي اللي إحنا بنتكلم فيه ده وموضوع كبير وبنناقشه ومحاور والكلام ده الناس بقت تقيل عليها، أنا مش قادر أتحمل ده. فهنقول إزاي الصيام. سجل لنا اللايف، حاضر والله مسجله ما تقلقيش مسجله، وهنزله يوتيوب وهسيب لكم اللينك. ازيك يا خديجه؟ المهم الصوم بيوقف السلسله دي فجاه، فالمخ بيدخل في مرحله اعاده تنظيم، المخ بيوقف سلسله المبهرات الخارجيه والمثيرات الخارجيه فجاه، فالمخ بيدخل على طول في حاله اعاده تنظيم. ايه ده؟ فتلاقي ان انت ممنوع من الاكل، ممنوع من الشرب، ممنوع من الشهوه، ممنوع من شويه حاجات، تلاقي نفسك قاعد كده انا مش مرتاح، انا متوتر. ففي ناس تقول لك ايه، انا الصبح ببقى متعصب، انا الصبح ببقى متضايق، انا ما حدش يكلمني لغايه اما افطر، انا زي ما يكون هو فاكر نفسه فعلا كده، هو فاكر نفسه هو البني ادم اللي ما بيفوقش غير بقهوه، هو البني ادم اللي ما بيفوقش غير بشاي بلبن الصبح، هو وانت مش كده، انت مش كده، ده هو ده اللي النظام بقاله 11 شهر بيمشوك عليه. فتلاقي نفسك فاكر نفسك انت ده وانت مش ده. فاول ما الصوم يوقف لك الحاجات دي مخك على طول بيرجع لاعاده تنظيم واعاده تقييم، ولكن انت محتاج بعض الصبر. عشان كده في رمضان بيجي فيه شهور قبله عشان تعرف تتاهل لرمضان. زي ما قلت لكم في شيخ عامل شعبان اليقظه والاستعداد لرمضان والحاجات دي عشان مخك يستعد لدخول رمضان. مخك بيقف، بنوقف له الحاجات المثيرات الخارجيه اللي بتضغط عليك اصلا. فانت فاكر نفسك انت الشخص اللي والله ما اقدرش استحمل نفسي من غير ريلز، ما اقدرش استحمل نفسي من غير قهوه، لا والله تقدر، وده اللي رمضان جاي يعمله. بصوا بقى المعلومه العصبيه بيقول لك ايه، نظام المكافاه المعتمد على الدوبامين بيتاثر بالتحفيز المستمر. عندنا جوه دماغنا وجوه مخنا في نظام مكافاه معتمد على هرمون الدوبامين بيتأثر باستمرار بالتحفيز الخارجي المستمر. فكل حاجة ليها علاقة باللي حوالينا دلوقتي هي بتشتغل ازاي تحفزك باستمرار، ريل ورا ريل ورا ريل، 30 ثانية ورا 30 ثانية ورا 30 ثانية.
اكل ورا اكل ورا اكل ورا اكل، الايموشنال ايتنج، الاكل العاطفي، عدم التحمل الحاجات اللي حواليا. فانت تلاقي نفسك ايه؟ بتعصب. ده سؤال بقى اللي كان بيسالني، بيقول انا ليه بتعصب بسرعه؟ عشان كده بيكتئب اكتر في رمضان. الله ينور عليك يا اسماء، فعلا عشان كده ممكن اكتئب اكتر في رمضان. انا بمنع كل مثير خارجي كان بيأثر على مخك وبيديله دفعه دوبامين سريعه. اكل، قهوه، اتفرج على مسلسل، بعد ما اتفرج على مسلسل او متفرج على ريلز تلاقي نفسك، والله يا جماعه، وقولوا لي وشاركوني كده في الكومنتات، مش بتلاقوا مره واحده وانتوا قاعدين مثلا، لو انت قاعد في تجمع عائلي او انت قاعد بتتفرج على مسلسل، جت لحظه ممله في المسلسل تلاقي ايدك راحت على طول على الموبايل، ايدك راحت على طول على كيس الشيبسي، ايدك راحت على طول على كوبايه الشاي بتاعتك، ايدك راحت. انا مش قادر اتحمل لحظه من غير مؤثرات خارجيه، مش قادر اتحملها. انا محتاج حاجه تخليني باستمرار اعمل كده اهو، ريل ورا ريل. انتوا عارفين ان احنا لكل اهو شيخ امجد سمير، الله ينور عليك يا زياد، اشتغل على نفسي، بتعصب من اقل شيء، بس ده طول الوقت مش في رمضان بس. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يا صديقي، ان انا بحاول، وده اللي رمضان بيعمله، ان هو بيمنع لك المثيرات الخارجيه اللي هي بالتبعيه اصلا بتخلي نظامك الداخلي غير مستقر، جهازك العصبي غير مستقر. المهم بنقول ان نظام المكافاه المعتمد على الدوبامين بيتاثر على طول بالتحفيز الخارجي، فلما التحفيز الخارجي ده يقل مخك بيدخل في حاله توتر، وبيكون حساسيه الاستجابه للمكافاه اعلى، وبتبدا تتعدل تدريجيا. قلنا ان النظام الداخلي اللي جوه مخك بيتاثر بالدوبامين، والدوبامين بيتاثر بالتاثير الخارجي وبالمؤثرات الخارجيه. طب رمضان جه عمل لك ايه؟ قام جه وقف لك المؤثرات الخارجيه دي بشكل كبير، فمخك بدا يرجع لنظامه الطبيعي تدريجيا. فطبيعي هتتعصب، طبيعي مش هتبقى احسن حاجه، طبيعي هتحس انك متوتر، طبيعي هتحس ان انت مش في حالتك الطبيعيه، زي ما يكون حد بيبطل سجاير او حد بيبطل قهوه. الحل ايه دكتور؟ نفسي ولا في حل تاني؟ طبيب نفسي بشكل ما، معالج نفسي ساعات بنبقى محتاجين، لو الموضوع كبير قوي ساعات بنبقى محتاجين معالج نفسي. طب هل في قائمة سعادة واحنا نختار المناسب معانا؟ يعني ايه قائمة سعادة يا نرمين؟ منورة الدنيا يا خديجة، انت اول مرة تدخلي معانا. المهم يعني نرجع تاني للي احنا كنا بنتكلم فيه. رمضان بيوقف المؤثرات الخارجيه دي، فلما المؤثرات الخارجيه تقل انت هتلاقي نفسك متغير، ولكن مخك بيرجع لنظامه الطبيعي الانساني، بمعنى عادي خالص وبسيط خالص. المخ بيرجع يحس العادي كبير، والعادي مكافأة. يعني انا لو انا متعود على طول اكل وعلى طول اعمل وعلى طول اسوي ومش عارف ايه، فانت حاسس ان ده العادي يعني. لكن لما رمضان بيجي يوقف لك الاكل عدد ساعات وبترجع تاكل، فبتحس ان لا الاكل ده والله الاكل العادي ده مكافأة، فبيرجع نظامك العصبي لطبيعته. ربنا يبارك فيك يا صديقي، ربنا يبارك فيك. قول لي اسمك ايه عشان اعرف يعني انا ليك بس. المهم في عالم من علماء النفس اسمه ابراهام مازلو، بيقول ايه؟ ما يستطيع الانسان ان يكونه يجب ان يكونه. يعني ما يستطيع الانسان ان يكونه يجب ان يكونه. لو انت تقدر تمنع حاجات معينه مأثره عليك يجب ان تمنعها. لو انت تقدر تدخل حاجات حلوة في يومك يجب ان تفعلها. لو انت تقدر تتطور يجب ان تتطور. لو انت تقدر ومحتاج علاج نفسي يجب ان تذهب للعلاج النفسي. لو ما تستطيع ان تكونه يجب ان تكونه. عارفين زي ايه؟ زي ما بيكون في ماشي يا محمد منور الدنيا، زي ما بيكون في لعيب كورة او في لعيب كورة مثلا، وتحس والله الناس كده تقول لك ايه، شكله موهوب، يقدر يوصل لمراحل جامدة جدا في الكورة، فتلاقي ان عقليته مثلا، عقليته ان هو بتاع خروجات وبتاع مشاكل ومش بيركز في لعب الكوره ومش عارف ايه. تقول له يا ابني والله العظيم انت كنت تقدر توصل لمراحل متقدمه جدا في لعب الكوره، انت ليه عملت في نفسك كده؟ فما يستطيع الانسان ان يكونه يجب ان يكونه. لو انت حاسس ان الامور اللي احنا بنتكلم فيها دي في مقدرتك اعملها، ما تاخرهاش على نفسك. ماشي. كارل يونج بقى احد كبار علماء النفس بيقول لك ايه؟ الوعي هو الخطوه الاولى نحو التحول.
الوعي أول حاجة اللي بيكلمني عن العصبية واللي بيكلمني عن إن إحنا محتاجين قايمة سعادة، قصدي هل في حاجة تساعدنا دائما في ارتفاع مستوى الدوبامين؟ دائما لا، ولكن باستقرار بسيط يا نرمين. اول حاجه هنتكلم فيها في المحور بتاعنا النهارده هو فكره ان انا اقلل المثيرات الخارجيه باستمرار. ده هيساعد ان احنا نعدل مستويات الدوبامين جوه دماغنا. فكارل يونج بيقول لك ايه؟ الوعي هو الخطوه الاولى للتحول. طب انا اتحول ازاي من العصبيه الدائمه؟ اتحول ازاي من المشاكل اللي بتحصل لي؟ ازاي اغير ده؟ اللي بيسالني على العصبيه واللي بيسالني على البوردر لاين واللي بيسالني على الوسواس القهري، اول حاجه هو الوعي. ازاي اعي باللي بيحصل لي؟ ازاي ابقى واعي بمشاعري، عارف اسميها، عارف الفتره اللي انا فيها دلوقتي، عارف ان انا في فتره دلوقتي مخي بيبدا ان هو يتعدل تدريجيا بسبب رمضان. فالوعي هو الخطوه الاولى للتحول. دكتور مصطفى محمود بيقول لك ايه؟ المعاناه ليست عقابا بل وسيله كشف. الله على الكلمه دي وعايزكم تحفظوها معايا. المعاناه ليست عقابا ولكنها وسيله كشف. ساعات بنيجي الجلسه النفسيه او ساعات بنقعد مع نفسنا قاعده بكتشف فيها اللي بيقول لي انا عندي وسواس قهري، واللي بيقول لي ان انا عندي مشكله، واللي بيقول لي حرر من الخوف والافكار السلبيه. بص يا عبدو، يعني هنتكلم دلوقتي وبنتكلم على ازاي اتحرر فعلا من حاجات عامله مشكله فعلا. لو اول مره تدخل ده الجروب ثيرابي بتاعنا، ما تنساش تعمل فولو عشان نطلع لك بعد كده. ازيك يا حبيبي؟ هنتكلم في الحاجات دي وهنتكلم في مره عن لايف كامل عن الخوف. المهم، المعاناه ليست عقابا ولكنها وسيله كشف. والله ساعات بنبقى في الجلسات النفسيه وكده بنتكلم عن احنا عندنا مشكله في كذا، واحنا عندنا مشكله في العصبيه، وعندنا مشكله في اخطاء التفكير، وعندنا، فتلاقي الواحد قاعد يا لهوي، يعني انا عندي كل ده، انا مش قادر اسامح نفسي، انا مش قادر، انا ليه فيا كل ده؟ فزي ما يكون بياخد معاناته ويعاقب نفسه عليها. ولكن الجلسه النفسيه بتاعتك، ولكن اكتشافك للمشاكل اللي انت فيها، ده مش عقاب، وده مش طريقة للوصم. احنا مش بنوصمك بيها، احنا عايزين نشوفها لانها مجرد وسيلة كشف. انا عندي مشكلة فيها، عندي مشكلة في كذا، هحاول احلها، هشتغل عليه، هكون ارحم بنفسي. ربنا يبارك فيك، يسعد صباحك يا صديقي. فالمعاناة ليست عقابا. ما تخليش المعاناة بتاعتك اتنين معاناة. معاناة لان انا بعاني، ومعاناة لان انا مش قادر اتقبل هذه المعاناة وبألوم نفسي على هذه المعاناة. مين فينا بيعمل كده يا جماعة؟ مين فينا راح للمعالج بتاعه قبل كده او حس ان هو متضايق قد ايه؟ انا مثلا محتاج كلام نفسي او علاج نفسي او محتاج ده، ليه انا وصلت للمرحلة دي؟ شاركوني كده زي شريف. فشاركوني مين حس كده قبل كده، فحس ان هو مجرد معاناته هو ناقم عليها. عايز اقول لكم مقولة لصديقكم المفضل ليها علاقة بالمحور اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. عاملها لكم والله، ويعني محتاج اقولها قوي قوي قوي. يمكن الحرمان المؤقت يعلمك قيمة ما كنت تعتبره مضمون. الحرمان المؤقت اللي احنا فيه، اللي هو حاجة بيعمله رمضان دلوقتي، بيعلمك قيمة اللي انت فاكره مضمون، بيعلمك قيمة بق المية او كوباية الشاي الصبح، او الاكل في اي وقت، او فالحرمان المؤقت ما تاخدوش اكنه عدو ليك، خده اكنه بيعلمك ان في حاجات قيمة انت مش واخد بالك منها. فبيرجع لك نظام المكافأة بتاعك في مخك للوقت العادي، لما فطره الله عليه، للطريقة اللي مخك كان بيها قبل كل المثيرات ده، والموبايلات واللابتوبس والريلز والجانك فود والحاجات دي، كل دي مثيرات. فتلاقينا احنا واحنا بنعمل اي حاجة بنعملها بمنتهى السرعة من كتر المثيرات اللي حوالينا. فأقول لكم المقولة تاني، يمكن الحرمان المؤقت يعلمك قيمة ما كنت تعتبره مضمون. الحرمان المؤقت يعلمك قيمة ما كنت تعتبره مضمون. ده العادي. فنبدأ ان احنا مش مقدرين قيمة ده، ومش مقدرين قيمة ده، ومش مقدرين قيمة ده، ونبدأ نبحث عن اشياء تانية انا عايزها، وعايز اتطور في كذا، وعايز اتطور في كذا، وناس اللي في ايدك.
فما تنسوش المقولة دي. هل المقولة دي بتسرع على الصمت العقابي؟ لا طبعا، ده مش حرمان مؤقت. الصمت العقابي ده مش حرمان مؤقت، ده لو حد بيتبعه عليكي او انت بتتبعيه على نفسك دي حاجة مؤذية جدا. احنا بنتكلم على الحرمان المؤقت من الحاجات اللي بتأذينا علشان نرجع نظامنا العصبي لمكانه الطبيعي، لان هو يبدأ يستجيب للعادي بفرحه. يبدا زي الطفل كده لما تيجي تديله حاجه بسيطه يقول الله ايه ده وايه الجمال ده، لما تيجي تديها لحد كبير يقول لك انا اقعد. فلا طبعا ما يمشيش على الصمت العقابي. ايلاف النعمه، الله ينور عليك يا دكتور محمد. معانا دكتور محمد فاروق داخل دلوقتي كمان. فايلاف النعمه فعلا هو زي صيام الدوبامين، الله ينور عليك يا وسام. والصيام بتاعنا اصلا هو اللي بيرجع معدلات الدوبامين للوقت للمستوى الطبيعي بتاعها. خديجة، فعلا رمضان بيعيد نظرتنا للنعم التي تبدو بسيطة وهي مش كده. فعلا يا خديجة، فعلا فعلا. فهو نظام بيرجع مستويات الدوبامين ونظامنا العصبي للأصل بتاعه. طيب يلا بينا السؤال بتاع المحور ده. ايه اكتر حاجة كنت متخيل انك مش هتعرف تعيش من غيرها في رمضان؟ عشان نعرف قد ايه رمضان بيغيرنا. يلا بينا، انا عايز همة كده عشان اخش لكم على المحور اللي بعده. ايه اكتر حاجة كنت متخيل انك ما تقدرش تعيش من غيرها؟ مفيش. حلو قوي يا زياد، حلو قوي، الله اكبر. الانجازات. اوه، اوه، ال الرد ده رهيب يا جماعه. رمضان ساعات بيجي يكشف لنا ان انا فاكر ان انا ما اقدرش اعيش من غير انجازات يوميه، ما اقدرش اعيش من غير انجازات لحظيه. لازم انجز في كل وقت، في كل ثانيه، في كل لحظه. لازم انجز، لازم اعمل حاجه، لازم اعمل حاجه في يومي تبين لي قيمتي. والله قيمتك فيك، قيمتك ملازمه ليك. في ناس بتكون فاكره ان قيمتها في اللي هي بتعمله بس مش فيها. لو شغله تاثر، لو حاجه هو متميز فيها تاثرت، يبدا يقول لك انا فقدت قيمتي، اكيد انا مش مهم دلوقتي، انا ما استاهلش دلوقتي. فالله على الكومنت ده. بيجي رمضان يكسر لنا الحاجز ده ويقول لك ان انت كده كده قيم من غير انجازات يوميه لحظيه. بل ان هو بيبعد لك بعض الانجازات الدنيويه وبيبدا يخليك ترتقي روحيا وتحس بقيمتك من غير ما انت بتعمل انجازات يوميه دنيويه. القهوه والنسكافيه والخروج الصبح، الشغل، الشاي بلبن. انا مبسوط بوجودك. الشاي بلبن ماشي، انا كمان بحب الشاي بلبن الصبح. مبسوط بوجودك يا خديجه معانا والله، يعني نورتي الجروب ثيرابي بتاعنا. يلا بينا المحور الثالث، الصيام وكشف المعنى مش بس تحسين المزاج. يعني احيانا الصيام بيشتغل على المزاج بتاعنا ولكن بيضيف لينا معنى للحياة. يلا بينا نعرف ازاي. في فرق بين ان مزاجك يتحسن وان حياتك يبقى لها معنى. هو ده زي ما اتكلمنا عن عنوان الجروب بتاعنا النهارده. في فرق ان انت تحس براحة، تحس ان مزاجك بقى احسن، تحس ان انت اكثر استقرارا، وبين ان انت يبقى لك معنى للحياة ويبقى لك معنى لوجودك. وقولوا لي عشان انا بسمع الكلام ده كتير قوي. ساعات بنكون في الجروب ثيرابي بتاعنا وكده، وساعات بنكون في جلسات فرديه وفي حد يقول لي انا مش عارف انا عايش ليه، لو انا ما اشتغلتش او انا سبت شغلي او انا مش عارف انا مش عارف انا هطلع من الاكتئاب ده او من الوسواس ده اعمل ايه. فهل في حد عدى بالتجربه دي؟ كل اللي كانوا بيقولوا لي ان احنا بنعاني من بوردر لاين، وسواس قهري، عصبيه مفرطه. في علم النفس الوجودي المعنى هو اقوى مصدر للصمود النفسي. في علم النفس الوجودي المعنى، وجود معنى في حياتك، هو اقوى مصدر للصمود النفسي، للمتانه النفسيه. ايه اللي ممكن، اسئله كتير بتيجي منكم، ايه اللي ممكن انا ماشي يا عبدو، ايه اللي ممكن يخلينا اقوى وامتن نفسيا؟ هو وجود معنى للي انت بتعمله، وجود معنى ومبدأ انت ماشي عليه. عدم وجود معنى مهما كنت بتصلح وبتشتغل، صدقني هتلاقي نفسك حاسس انك احسن لفترة ما من الزمن ثم بنقع على طول.
ماشي. بيقول لك بقى الدراسات النفسية العصبية بتقول لك ايه؟ الدراسات بتشير ان الاحساس بالمعنى مرتبط بانخفاض معدلات الاكتئاب وزيادة الصمود النفسي. وجود معنى في حياتك مرتبط ارتباط وثيق بتقليل معدلات الاكتئاب وزيادة الصمود والمتانة النفسية. وجود معنى. عشان كده اللي تحس اللي عنده مبدأ او عنده معنى لحياته، او عايش عشان معنى، وده اللي احنا كنا بنقوله في الاول، عايش عشان معنى، عايش عشان فكرة مصدق فيها، عشان دين واعتقاد راسخ هو مصدق فيه، تلاقيه اقوى نفسيا من الاخرين. عشان كده رمضان بيجي يدعمك روحيا، يسندك ويسند قلبك، ويمنع عنك المثيرات الخارجية، فتلاقي نفسك أقوى، ليك معنى، ليك حاجة أكبر من هذه الدنيا، فتلاقي صمودك النفسي أقوى، والهشاشة النفسية قلت، ومعدل الاكتئاب قل، ومستوى الدوبامين بتاعك اتعدل. والله عبده بنتكلم فيها وبنقول كيف التحرر من الخوف والأفكار السلبية، ده اللي احنا بنتكلم فيه. وجود معنى للحياة بيقلل الخوف بشكل ما كبير، لأن أنا خايف باستمرار، لأن أنا ما عنديش ركيزة أرجع لها، ما عنديش حاجة أرجع لها. لكن وجود ركيزة أرجع لها بيقلل معدلات الخوف المستمر والاكتئاب بشكل كبير. لحد دلوقتي مش قادر أستوعب فكرة قيمتك في ذاتك مش في الإنجازات. أصل لو مش بننجز يبقى إيه الفايدة؟ بصي هقول لك على حاجة، دي حاجة وهنعمل لها لايف شبه ممكن كامل، حاجة اسمها الفرق ما بين البينج والدوينج. الفرق بين ما أنت عليه حقا، أنت بذاتك بكينونتك، أنت كوسام، أنت لو شلناكي وجبنا حد مكانك مش هيبقى نفس صفاتك ونفس قيمتك ونفس ملامح وشك ونفس تفاصيلك وبين اللي أنا بعمله وبين شغلي وبين إنجازاتي. مش معنى ان انا بانجز وبشتغل وبدخل عدد اكس فلوس في الشهر ده معناه ان انا كذا، ما بدخلش دول انا صفر. دي الطريقه اللي بيحاولوا يعلموها للناس في الكول سنتر مثلا، او في شغلانات معينه. هو عايز يبينك ان انت مجرد رقم، انت مجرد انجاز، جبت التارجت يبقى انت بني ادم، ما جبتش التارجت يبقى انت مش بني ادم، وده مش حقيقي. هم عايزين يحولوك لآلة انجاز، زي النظام الغربي الامريكي مثلا اللي هو يقول لك انت لازم تنجز وتجيب وتدخل، لو ما انجزتش في سن معينه انت بلا قيمه، ودي مش حقيقه. على طول بلوك للشخصيات اللي زي دي، على طول بلوك. يلا، مقولة علم نفس غربي لواحد اسمه فيكتور فرانكل، بيقول لك ايه بقى؟ من لديه سبب يعيش من اجله يستطيع ان يتحمل اي شيء واي كيف. يعني ايه اي كيف؟ يعني اي حاجة تتغير بشكل مستمر في حياتك، لان الدنيا بتتغير بشكل مستمر. فلو انت عندك مبدأ راسخ ومبدأ ثابت تقدر تتحمل اي كيف، اي تغيرات. يعني انا مش هتأثر، لا هتتأثر، ولكن شغلك على نفسك ومبدأك الثابت ده بيرجعك ليه دايما، بيخليك دايما عندك ظهر. اقول لكم على حاجه، يعني مثال كده ليه علاقه بعلم النفس. يعني لما بتكون الاسره داعمه، او اسرتك الصغيره داعمه، او شريك حياتك داعم، بيخليك تقبل على الحياه وانت قلبك زي الحديد. عارف ان انت لو اتخبطت بره ليك بيت ترجع له، لو اتخبطت بره ليك داعم ترجع له. لكن لو اللي وراك اللي ظهرك ده متعري، فهتبقى انت خايف جدا وانت بتقدم على خطوه انا مش عارف انا هرجع لايه. فعشان كده المقوله دي في روعه. من لديه سبب يعيش من اجله يستطيع ان يتحمل اي كيف. انا عايش عشان كذا، هتغير وفي حد هيرفضني وهعمل انترفيو ومش هتقبل وي وي وي، لكن اقدر اتحمل اي كيف عشان عندي سبب انا عايز اعمله، انا عايز اعيش من اجله. ازاي ما ردتش يا عبد؟ ازاي ما ردتش؟ ازاي ما رديت عليك كذا مره؟ منى بتقول لك من لديه سبب يعيش من اجله يستطيع ان يتحمل اي شيء واي كيف. الله ينور عليك يا باسم. ماشي. دكتور عبد الستار ابراهيم بقى بيقول لك ايه؟ الانسان لا ينهار من الالم بل من فقدان المعنى. بصوا الكلمه دي، يعني احفظوها. الانسان لا ينهار من الالم ومن الخوف يا عبده. الانسان لا ينهار من الالم ومن الخوف، بل ينهار من فقدان المعنى.
فقدان المعنى. عشان كده مريض الاكتئاب بيكون فاقد لمعنى الحياة، لوجود معنى للحياة أصلا. هي مش فكرة الألم، هو بيعتصره طبعا الألم، ولكن فقدان المعنى، فقدان الشغف. حتى الأسئلة المتكررة اللي بتيجي في العيادة: هو أنا عايش ليه؟ هو أنا عايش بعمل إيه؟ ففاقد لمعنى الحياة، فاقد لشغفه. فأنا مش عارف أنا بعمل إيه، وهطلع من اكتئابي ده أعمل إيه، وعايزني أكون كويس ليه. فهي مش فكرة الألم هي اللي بتعتصره قوي قد ما فقدان المعنى هو اللي بيعتصره. الله ينور. دي حقيقة فعلا. وزي ما قلت لكم قبل كده، جلال الدين الرومي بيقول لك ان جروحك هي المكان الذي يدخل منه النور. الجرح اللي انت بتجرحه وحاسس ان هو تقيل عليك وحاسس ان هو تقيل على قلبك، هو المكان الذي ايضا يدخل منه النور، يدخل منه الالم ويدخل منه النور. مقولة بقى من صديقكم المفضل: ممكن المشكلة الأساسية مش إنك متألم، بس إنك مش عارف الألم جاي يقولك إيه. مش قادر تقعد مع ألمك، مش قادر تقعد مع خوفك. الخوف مش قادر أقعد معاه، مش قادر أسمعه، مش مديله فرصة، فملهي. وكم الملهيات اللي حواليا رهيب، فعمال أهرب من مشاعر وأهرب من مشاعر وأهرب من مشاعر. أنا كم إلهاء غير طبيعي، وده اللي رمضان بيجي يكسره. ممكن مشكلتك الأساسية مش إنك متألم، إنك مش عارف ألمك جاي يقولك إيه وإيه سببه، ومش عارف تسمي مشاعرك. الله ينور عليك يا منى. ايه اكتر حاجة حسيت ان ليها معنى في رمضان؟ يلا، عايز مشاركة. ايه اكتر حاجة حسيتوا ان ليها معنى؟ ازيك يا صابرين؟ ايه اكتر حاجة في رمضان حسيتوا ان ليها معنى؟ ايه اكتر حاجة اول اسبوع في رمضان حسيتوا ان هي ليها معنى في حياتك؟ الصلاة والقرآن، وان حقيقي وان وحدتي فادتني اني اقرب من ربنا اكتر. الله ينور. الله ينور، الله اكبر عليك. طب ولو رمضان رسالة، تحسوه بيقول لكم ايه؟ رمضان ده اول 8 ايام منه، تحسوه جاي يقول لكم ايه؟ الصبر، اللمة والأهل والصحة والقرب من ربنا. إيه تاني؟ يلا سريعا عشان هنخش على المحور الرابع والأخير. تفائلوا بالخير تجدوه. الله ينور أستاذ إدريس، الله ينور. أول مرة تدخل معانا. لكل اللي داخل معانا يا جماعة، ده الجروب ثيرابي بتاعنا، بنطلع كل كام يوم الساعة 10. يعني عملنا كوميونتي جميل، ما تنسوش تعملوا فولو عشان تبقوا جزء من الجروب بتاعنا. فرصة لإصلاح ذاتك. الله. صل رحمك وقرب من ربنا واصبر وربنا هيكافئك. الأمومة، ده أسماء ووسام قاعدين مع بعض عاملين دويتو رهيب. المحور الرابع والأخير: إمتى الصيام بيساعد وإمتى نحتاج علاج حقيقي؟ بصوا، الصيام بيحسن المزاج عند بعض الناس، وقلنا إن ساعات مزاجنا بيتأثر عشان بنرجع الدوبامين لمكانه طبيعي. ولكن لو أنا مصاب بأمراض إكلينيكية بيبقى لازم مختص نفسي، ولازم معالج نفسي، وأحيانا لازم طبيب نفسي. لو في اكتئاب إكلينيكي أو قلق حاد أو يعني أو تشخيص إكلينيكي، لازم يكون في مختص. يعني رمضان بيجي كداعم ليك. ما تحملش حاجة فوق طاقتها، وما تحملش حاجة روحانية فوق طاقتها. وممكن يكون حد بيعاني بشدة، بيعاني من اكتئاب، بيعاني من وسواس قهري، يقول لك أنا داخل إن شاء الله هتعامل بيه بالروحانيات فقط. طب الروحانيات فقط إيه؟ الروحانيات فقط الداعم الأساسي، والله هو الشافي. ولكن لو أنت محتاج طبيب بيبقى لازم طبيب فعلا، لو أنت محتاج معالج بيبقى لازم معالج فعلا. بصوا بقى، الجمعية الأمريكية للطب النفسي بتأكد إن اضطرابات المزاج بتحتاج تقييم وعلاج مناسب. الروحانيات
طبعا من اشد انواع الدعم، ولكن بيبقى لازم علاج مناسب. فاوعى لو انت حاسس ان انت فعلا في مشكله اساسيه وفي مشكله حقيقيه تقول انا هعتمد عليها بالروحانيات بس، عشان ما تخسرش الاثنين. ارون بيك بيقول لك ايه؟ بيقول لك طريقة تفكيرك هي التي تحدد شعورك. كان زي ما حد كان لسه كاتب لنا وبيقول لنا الخوف الخوف الخوف، طريقة تفكيرك هي التي تحدد شعورك زي ما ارون بيك بيقول. فانت ممكن يكون تفكيرك دائما سلبي، تفكيرك دائما في مشكلة، تفكيرك دائما في اخطاء تفكير مش تفكير، فده بالتالي هيخليك حاسس بالتوتر على طول، هيخليك حاسس بالخوف على طول. فاحيانا بيكون العلاج بعد ما انا بحدد مشاعري وبسميها هو تصحيح الافكار السلبيه الدائمه المبرمجه في مخي وفي اللاوعي بتاعي اللي بتخليني دائما حاسس وحش. فانا حاسس المشكله في الخوف، حاسس المشكله في القلق، حاسس المشكله في الاكتئاب، والمشكله ما بتبقاش في المشاعر قد ما هي في الافكار اللي بتوجه المشاعر. تمام. دكتور مصطفى سويف بيقول لك ايه؟ العلم لا يناقض الايمان بل يرشده الى موضع العمل. العلم لا يناقض الايمان بل يرشده الى موضع العمل. بيوريك انت عايز تشتغل فين. يعني الايمان في حته والعلم في حته؟ لا. يعني انت بتقول ان رمضان مش هيساعدني؟ لا طبعا هيساعدك، ولكن الايمان وايمانك ان لوجودك معنى. العلم ساعات ولما تروح لحد ويشخصك ويقول لك مشكلتك وبتاع، بيرشدك الى موضع العمل، بيوريك انت المفروض تعمل ايه عشان تصفي جروحك فتصفي قلبك فتبقى ايمانياتك اعلى. فعشان كده رمضان وايمانياته وروحانياته والعلم والطب النفسي، يعني الاثنين بيرشدوك لموضع العمل. ففي ناس تيجي تقول لك ايه؟ انت محتاج طبيب نفسي، انت محتاج معالج نفسي، لا انت كده ضعيف، انت كده هش. لا، هو بس بيشاور لك على موضع الألم عشان تشفى، عشان تذهب إلى الله بقلب سليم. لكن محمل باكتئاب شديد ومحمل بقلق مزمن ومحمل بخوف، هتذهب الى الله ازاي؟ يعني قريت عنوان لفيديو كده، معرفش مر عليك ولا لا، قال لك مريض القلق المزمن لا يستطيع ان يرمي حموله على الله. تيجي تقول له ايه ده؟ انت هتكفر ولا ايه؟ لا يا عم، هو عنده قلق مزمن، كمية مخه اصلا مضطربة، محتاج معالج يصحح له افكاره السلبية واخطاء تفكيره ومعتقداته المشوهة. يقول يا عم ارمي حمولك على الله، يا هو مش عارف يرمي حموله على الله. ومريض الوسواس القهري مش عارف يطمئن، مش عارف يبقى كويس. فمش عايزين نوصم حد تعبان بجد. عباس العقاد بيقول لك القوة الحقيقية هي أن تعرف حدودك. اعرف حدودك واعرف ألمك واعرف إيه اللي محتاج علاج ليك، اعرف إيه اللي أنت محتاجه وروح عليه واشتغل على نفسك. القوة الحقيقية هو أن تعرف حدودك، تعرف حدودك وتعرف اخرك وتعرف انت تقدر على ايه. ومش عايزك تحبط في رمضان، حد يقول لك انا بعمل كذا، والتاني يقول لك انا بعمل كذا، وانت ما بتكونش قادر فتحبط. القوة الحقيقية هي ان تعرف حدودك. عشان في ناس بيجوا حتى العلاج النفسي يقول لك ايه؟ اصل فلان اقوى مني، اصل فلان اشتغل على نفسه، اصل فلان اتعالج في مده اسرع مني، اصل فلان قال ان انا الوسواس القهري هيتعالج في 4 شهور. مين قال لك؟ القوة الحقيقية هي ان تعرف حدودك. احنا خلاص يعني شبه خلصنا المحاور بتاعتنا النهارده. فكنت عايز اسالكم هل حد عنده اسئله؟ هل في محور ما كانش واضح النهارده؟ الموضوع كان خفيف كده، لذيذ شويه، ليه علاقه بالروحانيات بتاعه رمضان وليه علاقه بالنفسيه. فقولوا لي عندكم اسئله؟ اي حد عنده اسئله؟ اي حد كنا مأخرين السؤال بتاعه قلنا له ان احنا هنجاوب عليه، حاسس ان الاجابه ما كانتش وافيه؟ يلا شاركوني عشان اللايف النهارده هيكون مجرد ساعه وربع مثلا بالكتير، فقدامنا حوالي ممكن 10 دقايق. فقولوا لي كده، حد عنده اي سؤال؟ خديجه، قولي لي خديجه. ثانيه قبل خديجه معلش. وسام بتقول ايه؟ اعرف حدودي بمعنى اعرف امكانياتي. اعرف امكانياتي دي اول حد ليا، واعرف حدودي النفسيه والجسديه. اعرف ان انا ما بحبش حد يتخطى حدودي الجسديه اللي هي 1 2 3. ما بحبش حد يمسك ايدي، ما بحبش حد يعمل لي 1 2 3 زي مثلا في الشارع. وحدودي النفسيه، انا ما بحبش مثلا اتدلع الدلع الفلاني، انا ما بحبش حد يقل مني، انا ما بحبش. ففعلا معرفه امكانياتي ومعرفه حدودي النفسيه والجسديه. نشوف خديجه بتقول ايه.
هو دكتور، هو حدودي دي لو مش عارفاها عشان مهما بيطلب بحمل نفسي فوق طاقتي وبعملها ازاي وازاي وكده؟ ده نفس سؤال وسام يا خديجه، اللي هو ايه؟ معرفه حدودي. انا بقعد مع نفسي كده زي قاعده، انا بحب ايه وبكره ايه؟ انا حدودي الجسديه ايه؟ انا حدودي النفسيه، انا والله الناس بتيجي تدلعني وتقول لي يا يا دودو، انا ما بحبش كده. الناس بتقول لي ان انا، ما هو انا طول ما انا مش عارف حدودي يا خديجه الناس هتتخطاها وهتدخل في حدودي النفسيه، فانا هحس ان انا لا، انا مش بحب كده، فهبدا افقد علاقاتي بالناس مع الوقت. لان اللي ما يعرفش حدوده بيفقد العلاقات، واللي يجي يقول لك ان احنا ده احنا قريبين من بعض قوي، ما ينفعش يبقى في بيننا حدود، اعرفي ان دي بدايه نهايه العلاقه. لازم يبقى في حدود، لان الحدود تبني العلاقات. ايه يا دعاء؟ اتفضلي. اول مره معانا يا دعاء ولا ايه؟ لو اول مره، ده الجروب ثيرابي بتاعنا. احنا دلوقتي في فقره الاسئله بعد ما ناقشنا الحوار بتاع النهارده. ما تنسيش تعمل لنا فولو عشان نظهر لك بعد كده ان شاء الله تبقي جزء مننا. ازاي اشيل موقف حصل معايا بيتكرر في دماغي كل شويه بشكل مستفز؟ دماغي اوتوماتيك بتجيب اللي مضايقني بشكل ما يا نهى. دي ممكن يكون حاجتين، ممكن تكوني انت لسه في احد مراحل الصدمه، وممكن يكون لو انا لسه في احد مراحل الصدمه الافكار السلبيه بتكون واعاده الموقف بيعملوا زي ايه؟ ريبيت مستمر وتكرار مستمر، بيفضل يدور جوه دماغك يدور جوه دماغك وهو مش لاقي حلول، لغايه اما بطلع بره نطاق التفكير ده. بس لو احنا واصلين لمرحله صعبه ده بيستلزم معالج. وبسال، لان بتبقى بتقنيات علاجيه، وبسال ايه الشعور الكامن ورا الافكار السلبيه دي؟ وهل الافكار السلبيه دي ليها علاقه بالموقف بجد، ولا انا على طول قبل الموقف وبعد الموقف افكار دماغي متبرمجه على افكار سلبيه؟ طب انا عارفه حدودي وبعملها بس ما حدش بيعمل بيها، اعمل ايه عشان ما حدش يتخطاها؟ احد اشكال معرفتي بحدودي يا منى هو ان انا بكون حاطط زي بروتوكول كده، طبعا باللين، احنا مش بنتعامل مع روبوتس، احنا بنتعامل مع بشر. ان انا لو تخطى الحد الفلاني انا ليا مثلا، انا ببعد سنه، انا بقول له مره واثنين وثلاثه، وبعدين ببدا اخد خطوتين ورا وابعده شويه من دوائر اماني. لان اللي ما بيحترمش حدودي ده معناه ان حدودي هتخترق، ده معناه ان انا نفسيتي هتتعب، وانا لما نفسيتي بتتعب مفيش حد بيجي معايا الجلسه بتاعتي، مفيش حد بينام معيط معايا جنبي، انا بس اللي بتعب. فانا ما اقدرش اوقف الناس، لكن انا اقدر اتجنب الناس اللي ممكن تكون بتأذي وتتخطى حدودي بشكل كبير. هتقولي طب ما لو مثلا الناس دي من الدايره الاولانيه في البيت، طبعا ما بقدرش اتجنب الناس دي، ولكن قدر استطاعتي دي بتكون ايه؟ احد ظروف الحياه، انا ما بقدرش اعمل معاهم حاجه، ولكن قدر استطاعتي بحاول كل مره ادافع عن نفسي وادافع عن حدودي لغايه لما الناس فعلا بتحترم حدودي. احنا بنخلص خلاص. انجي، يا لهوي عليكم السلام يا انجي، فوتي النهارده شكلك. لو سمحت يا دكتور، والدتي مريضة اضطراب وجداني ثنائي القطب، لو سمحت يا دكتور. طب قولي يا دعاء، عايزة ايه؟ مريضة ثنائي القطب، قولي لي سؤالك بالظبط. بيدور جوه دماغي بقاله اكتر من سنة. كتير قوي يا نهى، يا ربي كتير قوي يا نهى. ما لجأتيش لمعالج قبل كده؟ يعني قولي لي كده. والدتي مريضة ثنائي القطب، 3 أقراص. طب بصي يا دعاء، مريض ثنائي القطب بيكون محتاج متابعة مع 2. بص، دي ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام. الثنائي القطب اللي هو الباي بولر ده تحت طائلة الذهان، بيكون محتاج 2. بيكون محتاج طبيب نفسي لازم يتابع مع الادويه. انا مش طبيب نفسي، انا معالج نفسي، فالطبيب النفسي هو اللي هيتابع معاك الادويه. لازم طبيب، واوعي ما تاخدوش. لو ما اخدتوش ممكن تدخل في نوبه، ماشي، وممكن نوصل لمرحله صعبه. ومعالج نفسي عشان يشتغل والدواء مظبوط والنوبه مش موجوده، يشتغل عشان يقلل حده وشده النوبه. أنا أريد التخلص من القلق والتوتر والخوف من المرض والخوف من جلوس لوحدي، أحس راح أموت لوحدي. ده بقاله معاك قد إيه؟ لو بقاله معاك مدة طويلة يبقى احنا ممكن نكون وصلنا لدرجة اضطراب القلق العام والاكتئاب. ساعتها ممكن نكون محتاجين جلسات نفسية. لازم. ايه الفرق اني اتحكم في انفعالاتي واني اكبت انفعالاتي؟ بصي يا استاذ، حلو قوي السؤال ده. ان انا اتحكم في انفعالاتي، بصي هي الانفعالات تدار مش يتحكم بها، تدار
بشتغل عليها وبشتغل على نفسي. اكبت انفعالاتي ابقى قاعد متغاظ ومش قادر وحد ضايقني وانا مش عارف ارد. لكن اتحكم في انفعالاتي هو زي ما بنسميها بنطلع الراشد، الصوت الراشد بداخلنا، ان انا بعبر عليها، ولكن بعبر عليها بطريقه سليمه. لكن لو انا كبت انفعالاتي حكبتها مره واثنين وثلاثه ثم هتطلع في موقف بمنتهى الشده، بمنتهى الشده ومنتهى الغوغائيه يعني. طيب، بتصوم لكن بقالها اسبوع بتعاني من حاله اكتئاب شديد وحرقان في الجسم ووجع شديد في الجسم وقله نوم، ايه الحل؟ دعاء. بصي، بلا تفكير لازم تتابع مع الطبيب بتاعها بلا تفكير، ولازم تتابع مع معالج. واللي هي بتتابع مع الاثنين دول ولا لا؟ انا بنام بعد الفطار، الله ينور يا انجي. قولي لي اسمك ايه اللي اريد التخلص من القلق والتوتر، قولي لي جاوبتك ولا لا. عندي 4 شهور بعد ولادتي. بعد ولادتك ممكن بشكل كبير يكون حاجه اسمها اكتئاب ما بعد الولاده، واكتئاب ما بعد الولاده دي محتاجه متابعه، و4 شهور كتير. يعني احنا بنتكلم لو عدى اسبوعين اصلا ممكن بنشخصه اكتئاب ما بعد الولاده. ف يعني يا جماعه محتاجين بشكل كبير، بشكل كبير. ايوه الله ينور عليك يا منى، والله معالجه يا منى. عملناها ماشي. بنتابع مع دكتور، لكن يعني ايه تتابع مع معالج؟ بص يا دعاء، الخطه العلاجيه والبروتوكول العلاجي بيكون معتمد على 3: المريض ذات نفسه، ومعالج نفسي، ودكتور او طبيب نفسي. الطبيب النفسي دوره ان هو يشخصها، دوره ان هو يكتب لها علاج ويتابعه، دوره ان هو يحول على معالج. طب المعالج ده بيعمل ايه؟ المعالج ده بيبدا يتعامل مع اضطراب ثنائي القطب بالعلاج المعرفي السلوكي، او العلاج بمدرسه الجشتلت، او العلاج بالتحليل النفسي، او العلاج بمدرسه التي اي ترانزاكشنال اناليسيس، العلاج بالمدارس العلاجيه. طيب انا رحت لطبيب نفسي، والطبيب النفسي كتب لها دواء، والدواء بدا يخليها كويسه. لازم تتابع مع المعالج، عشان المعالج هو اللي بيتعامل مع المعتقدات الداخليه واخطاء التفكير والمشاعر السلبيه والكبت الموجود والاكتئاب ونوبات الهوس، عشان يقلل ان هي تيجي. ما هو باي بولر يعني ايه؟ يعني ثنائي القطب، يعني القطب بتاع الهوس، نوبه الهوس، والقطب بتاع الاكتئاب الشديد. فالدواء عمره ما كان كافي. لا طبعا، زي ما بيقول لك، لو انت مع معالج اوعي تقلقي، اوعي تقلقي. لو انت مع طبيب، اسف، طبيب نفسي. بخاف من ادويه الاكتئاب. هي بصي برضو لازم حاجتين: ادويه برضو ومعالج. والدواء طول ما هو احنا مع طبيب ما بيكونش آه، وحش يعني. بيكون الدكتور بيدخله بنسب وبيطلعه بنسب. ممكن، ولكن ممكن نقص فيتامين د طبعا ممكن، ولكن ده طبعا من طبيب. انا بقول لكم من الاخر الفيتامينات والادويه والكلام ده انا ما اقدرش افتيكم فيها، ولكن لازم طبيب. بس كده. ده كان اللايف بتاعنا النهارده، كان لايف مفاجئ ولكن خفيف. عايز اقول لكم ان رمضان والصيام مش عصا سحريه، ولكن هو عامل مساعد وعامل قوي جدا. محتاجين ان احنا نستغل رمضان باحسن طريقه ممكنه. محتاجين نعرف ان احنا لو عندنا مشكله نفسيه حقيقيه او مشكله عضويه حقيقيه، لازم اتابع مع طبيب نفسي، لازم اتابع مع معالج نفسي. رمضان بيدي دفعه. طب لو ما اخدتش ادويه، حاولت ان اتخلص منها لوحدي حتى وانا متعبه، هل انجح؟ بشكل ضعيف، بشكل ضعيف. لان هتطولي على نفسك المده وانت لسه والده، هتطولي على نفسك المده يعني، هتطوليها عليها وهتتعبي كتير، وممكن تقعدي اكتر من 4 شهور. فانا مش عايزك تتعبي لوحدك كده. فبس رمضان مش عصا سحرية، ولكن رمضان فرصة ان هو بيمشي المثيرات الخارجية الطويلة، وبيخلينا نتعرف على انفسنا اكتر، فنتعرف على الله اكتر. ف بس ده كان اللايف بتاع النهارده. مبسوط ان في ناس كتير مننا عرفوا يدخلوا. انا عارف ان في ناس ما عرفوش يدخلوا، ده كان حاجه بسيطه كده لطيفه. قولوا لي لو عندكم اي افكار لللايف الجاي. لو حد جديد لسه داخل الجروب بتاعنا اول مره، ما تنساش تعمل لنا فولو عشان نطلع لك كل مره. قولوا لي عايزين اللايف الجاي عن ايه. ربنا يبارك فيك يا وسام، ربنا يبارك فيكي والله.
يعني والله اللي بيفرق معايا جدا وجودكم، وببسط وانا بتكلم معاكم. ما كنتش محضر للنهارده، بس لما عرفت ان انا هقابلكم يعني كنت مبسوط. وقلت حتى لو احنا مش محضرين حاجه عميقه، حاجه كبيره، ممكن حتى ادخل اسمع. يعني لو انتوا عندكم اسئله او ماشيين في رمضان عاملين ازاي. رمضان ده حلو بيكم وحلو وجودكم. فان شاء الله اختار لنا موضوع كالعاده. ماشي، هفاجئكم من ده. ماشي. مبسوط ان انت عرفتي تدخلي قوي 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 قوي. بس كده، ده كان الموضوع الخفيف بتاع النهارده. اعرفوا ان ما بين المثير والاستجابه يوجد مساحه. في هذه المساحه تكمن حريتنا وقدرتنا على التغيير والتعبير. وبس كده. أنست بوجودكم جدا جدا جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اتبسطت بوجودكم. روحوا بقى تسحروا، واللي ما كملش الشاي بتاعه يكملوا. أشوف وشكم بألف خير. هحضر لكم موضوع إن شاء الله يعني جميل المرة الجاية، وهنعمله في ميعاد يكون مناسب لنا جميعا. هنزل لكم بول كده، ستوري كده، تختاروا فيها الميعاد الجاي. تحبوا الساعة 12 ولا تحبوا الساعة 10؟ فهستناكم المرة الجاية. هنتكلم، ممكن نعمل لايف عشان عبده عن الخوف كامل. عن الخوف والتوتر، عشان ازاي ما جاوبتكش يا عبد؟ ازاي ما جاوبتكش؟ طب انا هعمل لك لايف كامل عن الخوف يا راجل، ايه رايك بقى؟ هعمل لك لايف كامل عن الخوف، فاستناه. ربنا يبارك فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوف وشكم دايما بالف خير. السلام عليكم.